بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا في البحر صراحة، في بحر تشارلستون أو بيسموها كياوا آيلاند، من أفضل المناطق اللي ممكن تقضي فيها وقت جميل جدا، ومنطقة برايفت، ما راح يكون عندك ناس كثير يضايقوك، بالذات إذا كنت عندك مرتك وأولادك أفضل مكان يجوا عليه. ولكن الآن الحياة البرية كانوا موجودين هنا، فتعلمت منهم شغلة، رحت سألتهم العلامات هاي، فحكوا لي هاي علامه 68. حكى لي هنا في بيض سلاحف، فبدهم بحطوا عشان الناس ما تخبط عليها، فبحطوا عليها مارك. حكى هذا طلع شو هاي، فحكى هاي المنطقه مشهوره في بيض السلاحف. بيجوا، فحكى لي هم بيجوا بيشوفوا وين في بيض السلاحف وبحطوا حواليها علامه زي هيك، شايفين هناك هي كمان وحده، وبيعلموها وبحطوا عليها رقم. شايفين هناك؟ لا مش هاي، اتوقع هناك حكى لي عليهم رقم، هاي شفتها هناك هي عليهم رقم. هاي اتوقع هاي بتكون هذيك 68، يعني بتكون هاي يمكن 69. شفت كم من وحده هاي موجوده، شايفينها؟ هاي هم. حكى لي هاي المنطقه مشهوره في للسلاحف، بيجوا ببيضوا في هاي المنطقه. فهم بيحكوا لهم الحياه البريه، فبيحافظوا عليها انها تضلها. يجوا السلاحف لما بيحكوا لك هاي السلحفاه اللي انباضت هنا او الامها باضت هنا وهنا فكست البيض تبعها. هشوف لك الرقم هذا 29، شايفينها كيف؟ فاذا رحت على البحار رح تلاقوا هاي موجوده، بعض المناطق الموجوده، بالذات هاي المنطقه، هاي اخرى وحده شايفينها هين 130. هاي للسلاح عشان ما حد بالغلط يخبط عليها. فهنا المنطقة هاي حسب ما فهمت منهم انه ما بدهم اي ضوء يكون في المنطقة، فبالليل لازم يطفوا الاضواء هاي عشان السلاحف الصغيرة ما تخربط، هي بتتبع حركة القمر او النور تبع القمر، فراح تضلها ماشية للبحر، فلو كان في اي لمبة هي ممكن تلحقها وتروح الناحية العكسية وتموت. فعشان هيك ممنوع هاي الاضواء تنضوي بالليل، لازم تكون مطفية بكل الليل، تضوء الاضواء هاي، ما في اي اضواء بيحطوها هنا قريبه عن هاي المنطقه، عن الشاطئ، عشان ما تخربط السلاحف ويموتوا السلاحف. بالذات السلاحف هاي لما تروح هناك توصل على الميه، رح بعد ما تكبر رح تيجي وتبيض في نفس المكان اللي باضت فيه امها، رح ترجع على هاي المنطقه وتبيض هنا. هاي اول نقطه. ثاني نقطه حكى لي انه ممنوع تساعدها، لما تشوف السلاحف انه فكست اوعى تساعدها، اذا ساعدتها رح تخربط الجي بي اس تبعها، فما رح تعرف بعدين كيف دخلت وكيف طلعت وبس. يعني هي انت حطيتها بس هاي انت قضيت عليها، فلازم تدير بالك انك ما تساعدها. وسبحان الله كيف بحكي لها كلها اشياء الله عز وجل بيعلمها اياها من هي صغيره. سبحان الله بتبينك على عظمه الله عز وجل وعلى قدره الله عز وجل، قدرته بكل شيء بكل مخلوقاته. والله ما في مخلوق الا فيه قدره من قدرات الله عز وجل فيه، وعظم من عظمه الله عز وجل. سبحان الله الانسان لما يتفكر بخلق الله عز وجل وبمخلوقات الله عز وجل بتعلم وبيزداد بصراحه، يعني لازم يزداد حبا في الاله، حبا في الله عز وجل، وازداد تقديرا ومعرفه بالله عز وجل، كيف انه يعلم كل الامور. فالله عز وجل اللي قاعد بيرزق هاي السلحفاه طبعا، وقاعد بيرزق هاي الحيوانات طبعا، هو اللي قادر انه يرزقنا ويزيد علينا الرزق. طبعا هو طبعا الله عز وجل يرزقنا وبيزيد علينا الرزق، ولكن لازم نعمل بقدر المستطاع ونساله من فضله ونساله الحلال. طبعا كما تسال بالحلال الله عز وجل يعطيك ويكرمك. فهي المنطقه سبحان الله هي فيها غين غزلان وفيها سلاحف، وفيها الاليجيتر اللي هم التماسيح بكثره جدا. انا جبتها يعني وجدت كثير الصراحه، ممنوع حد يصيدهم، ممنوع حد يطعميهم. هنا ممنوع طعم الحيوانات الموجوده لانه كلها حياه بريه وبدهم يحافظوا عليها. وشفت الغزلان هنا موجوده قدام الناس لو تعودت على الناس. شايفين الشاطئ هذا ما اجمله صراحه، ما بتلاقي فيه اي وسخه في هذا الشاطئ، شاطئ جميل جدا. اسيا، السلام عليكم يا اسيا. شوف شوف ما اجمله، من اجمل الشواطئ صدقا اللي بحبها وباجي عليها كل سنه صراحه، لانه جدا طيبه وجدا مكان كويس للعائلات. والشاطئ نظيف ومرتب. شوف هذا كيف سبحان الله نظفت بده الاكل، شوف الاكل كيف يتمه، سبحان الله.
قاعد بوكل سبحان الله هي صارت شغله بتمه هي. المهم حبيت اعطيكم هاي المعلومه السريعه. شوفوا ما انظف الميه شفافه ما شاء الله، طلع ما احلاها. تبارك الله احسن الخالقين. نسال الله تعالى انه يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عليه الصلاه واكثر التسليم.